جمعية المعالي للعلوم والتربية تنظم مؤتمر المعالي الدولي الأول تحت عنوان القيم وأثرها في نهضة الأمم. دكتور سعيد بوزري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قيمة الصلح وأثرها في استقرار المجتمع، وأعالج هذا الموضوع من خلال مدخل وثلاث نقاط وخاتمة. المدخل ينصرف إلى جملة نقاط. النقطة الأولى أن الواقع المعاصر أفرز جملة من المشكلات والأزمات التي لم يشهدها الإنسان عبر التاريخ، على المستوى التجاري، على المستوى الاقتصادي المالي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأسري، على المستوى العقاري، على جميع المستويات. قضايا معقدة جدا وتعقدها بتعقد المجتمع. هذه نقطة أولى في المدخل. النقطة الثانية أن موضوع الصلح موضوع قل ما نجد من يتصدى له على جميع المستويات. قل ما نجد من الرجال والنساء من يتصدى لهذه النزاعات لتعقدها وتعقد الحياة. وكل إنسان الآن راه مشغول بهمومه بقضاياه. النقطة الثالثة، هناك ترسانة قانونية كبيرة سأشير إلى بعضها بعد حين، ولكنها لم ترقى إلى مستوى احتواء هذه الأزمات وهذه النزاعات. أمر آخر في المدخل ينصرف إلى مسألة التكوين والصناعة. كما استمعتم لسادتي الأفاضل من الإخوة والأخوات، فكذلك رجال الصلح ونساء الصلح هذا يحتاج إلى تكوين، يحتاج إلى صناعة. خلصت المقدمة، نروح النقطة الأولى. أولا، أصول الصلح ألف باء جيم. ألف في الشريعة الإسلامية تعرفوها كامل، ندير فقط إحالات. سورة النساء الآية 65، سورة النساء الآية 114، سورة النساء الآية 128. هم قاعدة هكذا باش نربحوا الوقت. نروح للجانب التطبيقي. مثلا في سورة النساء 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زيد لها المادة الآية 114 سورة النساء، زيد لها الآية 128 من سورة النساء، سورة الأنفال الآية الأولى، سورة الحجرات الآية 10 وغيرها من الآيات. الأحاديث، الوحي الثاني كثير أيضا، هناك يعني أدلة كثيرة وشواهد عديدة، منها ما ورد في حديث الإمام الترمذي رضي الله عنه جزاء يعني رحمه الله. وش كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. واضح، الرسالة واضحة. حديث آخر خرجه الإمام البخاري في صحيحه، النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقتتل أهل قباء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اذهبوا بنا نصلح بينهم. رسالة قوية. اذهبوا بنا معنى عملية جماعية، ماشي واحد. اذهبوا بنا نصلح بينهم. اكتفي بهذه الإشارات في الشريعة الإسلامية. على المستوى العرف. علاش نبدأ بالعرف؟ لأنه مهم في حياتنا، وكثيرا ما تحل قضايا الناس بناء على الأعراف. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، العادة محكمة. وتعرفون جملة من القواعد الضابطة لهذا الموضوع الحيوي. الأعراف. جيم القانون. القوانين نحاول نذكر حوالي 70 قانون على المستوى الدولي، ولكن الوقت ما يسمحش نروح القوانين الإخوة اللي راهم موجودين عندنا. نبدأ بتونس. تونس على سبيل ما أذكره على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، نجد مثلا مجلة الأحوال الشخصية في 1956 المعدلة في 2010
في المادة في الفصلين ضبط المصطلح في الفصلين 25 32 هناك نص على موضوع الصلح. الإخوة في المغرب، إخواننا الأشقاء في المغرب المملكة المغربية، مدونة الأسرة رقم 073 في الفصل رقم 82 في المادة 82 أيضا هناك حديث جميل عن الصلح في هذه المدونة. نروح لموريتانيا، مدام الأستاذ ولد الدو يعني إن شاء الله وحاضر بيناتنا، يعني سيحضر ربما في المساء إن شاء الله، سننصفه أيضا. في موريتانيا أيضا صدرت جملة من القوانين التي تنص على قيمة الصلح. على سبيل المثال قانون 2001، قانون 2001 المواد كثيرة، نركز مثلا على المادة 83 ونركز على المادة 102. المادة 83 متميزة لأنها ذكرت الذي يتصدى للصلح، قالت المصلح هكذا. هناك مواد أخرى في 70 قانون قلت لكم، يعني ممكن نسرد هذه المواد تتحدث عن الصلح، عن القيمة، ولكن المادة 83 من قانون 2001 في موريتانيا تنص هذه المادة على المصلح. إذن هذه كملناها، النقطة الأولى بألف باء جيم كملناها. نروح الآن النقطة الثانية، الصيغة التطبيقية لقيمة الصلح. لا يمكن أن تخرج هذه الصيغ عن ألف باء جيم. أيضا ألف، استقبال النزاع، لازم استقبال النزاع قبل ما نصدوا النزاع لازم نستقبله. واستقبال النزاع قد يكون أيضا بسبل 1 2 3. 1 عن طريق الخصوم أو أحد الخصوم، هما اللي يجيو يقول لك حنا متخاصمين متنازعين في قضية عقارية، قضية تجارية، مالية إلى آخره. هذا احتمال وارد. الاحتمال الثاني ممكن يتدخل وسيط باش ما يزعفوش الجزائريين. كنت نتكلم على القانون، ذكرت غير الضيوف، نرجع شوية، نديروا مرشة شوية اللور، نتكلم على الجزائر. قوانين الجزائر كثيرة، نروح لكم مثلا قانون 75 58 المادة 459، قانون 84 11 المادة 49، قانون 2008 المادة 900. هذه كلها يعني منظومة قيادية، لكن فيها أسئلة نفصل في الجانب القانوني. نرجع إذن ثانيا، تحدثت عن الصيغ التطبيقية العملية لتمثل قيمة الصلح. ألف، استقبال النزاع. قلت يستقبل النزاع إما بمبادرة من الخصوم أو من أحدهم، إما بتدخل الوسيط بمبادرة من الوسيط، وسيط يعني كما نقولوا احنا بالدرجة دلال الخير، إما يكون بإحالة من المحكمة، قد يكون ذلك بإحالة من القضاء. والقضاء العالمي بلغ شأوا كبيرا في هذا المجال الحيوي الخطير، خاصة في بلاد الغرب، يعني عند غير المسلمين. هذه رسالة قد تكون محل نقاش، ولكن احنا موجودين والحمد لله. أخيرا ظهرت مواد قانونية في هذا تنظم وتقنن هذا المجال. أذكر على سبيل المثال في الجزائر في قانون 2008 في المادة 994 وما بعدها. الآن نروح باء المصلح. تحدثنا ألف عن استقبال النزاع، الآن المصلح قد يكون فرد شخص يتصدى النزاع، قد يكون إماما، قد يكون مستشارا، يعني أي شخص، قد يكون شخص كبير تعلم في مدرسة الحياة، لا يحمل شهادة علمية ولكن يحمل تجربة وخبرة، وهو مقصود في قوله تعالى، أو من المقصودين في قوله تعالى: فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. إذن قد يكون هذا المصلح فردا، وقد يكون هذا المصلح جماعة. وجاب ربي ما كاينش كلمة معروفة في الأمة الإسلامية كما كلمة جماعة. وين يصرى نزاع يقول لك نجيبوا جماعة، نروحوا الجماعة، إذن نروحوا الجوامع.
طيب، وقد يكون هذا الإصلاح من قبل هيئة. هذا هو شغلها، هيئة، إما لجنة قرية أو لجنة حي أو لجنة صلح داخل المسجد، أو المهم هيئة تتصدى للنزاع المطروح. الآن نروح الجيم، نتحدث الآن عن النظر في النزاع. هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. هنا كاين أيضا جوانب تطبيقية عملية. النظر في النزاع من الأمور التي يجب أن تراعى ما يلي. الأمر الأول ضرورة ضبط الموعد الذي يناسب جميع أطراف النزاع. خير الوقت اللي يناسبهم. لو كان تعطي لهم الوقت اللي يناسبك أنت، أعتذر لك أنت لا تصلح لمثل هذا. لا، لأن إذا كانت تشوف أنت ممكن تقترح موعد هما يساعدهمش ويقبلوا ويجيوك تعبانين، ما عندهمش استعداد نفسي سيكولوجي لقبول الصلح. هذه مسألة ثانية، ضرورة النظر في الوثائق المقدمة. معنى الملف لازم يدرس، قراه. هذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. مع أنت سواء كنت قاضيا أو كنت مصلحا، طبعا الحديث ينصرف إلى الذكور والإناث معا، لازم تقرأ. إلا ما تعرفش تقرأ، شوف اللي يعرف يقرأ الوثيقة هذيك يوريها لك. ممكن تكون فيه مسائل قانونية، ممكن تكون فيه مسائل عرفية، ممكن تكون لازم الاطلاع الدقيق والفهم العميق للوثائق المقدمة المتعلقة بموضوع النزاع. أمر آخر، نحتاج إلى الاستماع، حسن الاستماع. ممكن تلقى واحد عنده وثائق أدلة إثبات، والآخر سمحوا لي ما عندوش أدلة ولكن عنده كلام. قد نجد الحقيقة لا شيء في الوثيقة، قد تتفق الحقيقة مع الوثيقة وقد تختلف الحقيقة مع الوثيقة، فالثقة ليست في الوثيقة دائما. رسالة وصلت؟ يقول لك الثقة في الوثيقة، كلام ما هوش صحيح تماما، خاصة في هذا الزمن تاع انهيار القيم. كي نقول لك ما نقولش خلات، ما خلاتش، مازال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حذاري أن المصلح ولا المصلح يتكلخوا بالكواغط وياما وثائق. لا، إن لصاحب الحق مقالة، تسمع له. زيد نسأل أخرى دائما في النظر في النزاع، الاستعانة بالخبراء. قلنا قبل حين الآيات ربنا قال فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. الآن قلت لكم في مقدمة اللقاء المحاضرة أن القضايا الآن معقدة جدا. لو كان ما جيبش خبير في قضية مثلا مالية، يلا الشركة متعددة الجنسيات عندها نزاع كبير جدا، وفيه مسألة التهرب الضريبي الجبائي، وفي قوانين تضبط وقواعد التنازع فيما يسمى في القانون الدولي الخاص. ممكن يكون تعدد الأطراف، مثلا شخص من جنسية معينة يختلف مع اثنين اخرين من جنسيتين مختلفتين، والنزاع يقع في دولة أخرى، في إقليم دولة أخرى. معنا عندك 4 أمور لازم نديرها في الحسبان. هنا تطرح قضايا التنازع الإيجابي والسلبي. يعني ممكن هذا النزاع تتنازع عليه مجموعة قواعد إيجابيا، ممكن سلبيا، وهنا لابد من الاستعانة بما يسمى بقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. إذن عرفنا باللي الاستعانة بالخبراء أمر مطلوب. هذه أمور تقنية نخليوها إذا كان في النقاش نجاوبه إن شاء الله. الآن أخيرا ثالثا، آثار الصلح في تحقيق الاستقرار. جاب لي ربي واضح، يجي وحده. هذه النقطة الثالثة، إذا واحد عنده مشاكل الله ما يدير ولا شيء، يتعب. اتفقنا؟ لا يمكن واحد عنده مشكلة ما يقدر يدير ولا شيء لأنه عنده مشكلة. إذن فإذا حلت مشكلته يحقق الاستقرار، وإذا حقق الاستقرار
يحقق الازدهار. السلام عليكم.